ما هو برضه ما كانش ينفع الساحة تبقى فاضية كده لجوردن. بس أخيرا ييزي هترجع مرة تانية نازلة مصر إن شاء الله من يوم 3/7. خلاص يعني وقت الانتظار انتهى. احنا دلوقتي هنعرف ايه اللي هينزل، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعملوا سبسكرايب ولايك شير للفيديو ده لكل الناس اللي مهتمية بالسنيكرز. لو متابعيني على انستجرام انا نزلت ستوريز كتيرة بقالي فترة ان الحمد لله في ديل او حصل ديل كده بين كاني ويست واديداس. ملخص يعني عشان مش عايز احكي لكم تفاصيل ملهاش اي لازمه. احنا اللي يهمنا ان ييزي راجعه مره تانية. في جزء من الارباح هيتوزع تبرعات لجمعيات كتير، بس يعني دي مش قصتنا، دي حاجه ترجع لهم هم. بس اللي يهمنا ان الاستوك بقيمه 500 مليون يورو او دولار، والله ما فاكر. بس عدد الستوك قد ايه، ايه الموديلات اللي هتنزل كلها، مفيش حاجه واضحه قوي. احنا واضح لينا كده شويه صور، هعرض لكم الصور اللي هي نزلت او دي الحاجات اللي كونفيرم خلاص. حتى لو فتحنا الويب سايت الاوفيشال بتاع اديداس هتلاقي الصور دي، فخلاص الموديلات دي او الريليسز دي كونفيرم. بس اللي يهمنا حاليا بقى ايه؟ مصر الحبيبه، وطني وطني. خلينا اقول حاجه بسيطه في الابلكيشن بتاع اديداس، ان في تو ابلكيشنز، في الابلكيشن الاوفيشال بتاع اديداس وفي الكونفيرم اب. الكونفيرمد اب دوت خلينا نقول ده مخصوص للحاجات الاكسكلوسيف، الحاجات الحصريه اللي هي اليزي، الباد باني، الجوتشي، يعني اي الكولابريشن حصل بينزل على الابلكيشن ده. حتى لو دخلت على الويب سايت او على الابلكيشن العادي بتاع اديداس هتلاقيه اوتوماتيك بيحولك على الابلكيشن التاني. طيب الابلكيشن ده مش متاح في الميدل ايست غير في الامارات بس، حتى السعوديه لسه مش متاح فيه. فاحنا في مصر عادي هنشتغل على الويب سايت او هنشتغل على الابلكيشن بتاع اديداس. اعمل ايه بقى عشان اشتري الريليزز اللي هتنزل دلوقتي من ييزي؟ رقم واحد، تعمل ريجستر او يكون ليك اكونت على الويب سايت او على الابلكيشن. رقم اتنين، سجل بياناتك من بدري، يعني حط الادرس بتاعك، العنوان بتاعك، حط الكريدت كارد لو ينفع، البيانات بقى، عيد ميلاد، الحاجات دي، الايميل، رقم التليفون، البيانات الشخصيه يعني، بحيث ان انت ما تاخدش وقت كبير وانت بتشتري. رقم ثلاثة، بنسبه كبيره اي ريليز لليزي الدفع بيكون عن طريق ديبت كارد، كريدت كارد، فيزا عامه يعني، فمفيش فيه كاش خالص، عشان بس الناس ما تتفاجئش يوم الريليز ايه ده مفيش كاش، ده انا مش عارف ادفع. مفيش كاش للاسف في اي حاجه ليها علاقه بالريليز بتاع اليزي. بينزل قبل الريليز مثلا بيومين او ثلاثه، خلاص كونفيرم ايه الموديلات اللي هتنزل والاسعار بتاعتها، وبيكون في عداد كده كاونت داون، بيكون بالساعات، فاضل مثلا 20 ساعه، 50 ساعه، الكلام ده كله يعني. مجرد ما بيجي اليوم اللي هينزل فيه الريليز بتلاقي العداد ده بقى صفر، وبتلاقي مكتوب شوب ناو او ان انت تقدر تشتري دلوقتي. مش عايز اقول لك ان انت لازم تبقى بسرعه الصاروخ، ما ينفعش تبقى بسرعه البني ادم الطبيعي، يعني ما ينفعش تبقى في مستوى الطالب المتوسط، ما ينفعش، لازم تبقى طالب متميز عشان تقدر تشتري. ده نصيحتي يعني. طيب نفترض كده ان في حد بيتفرج علينا من الامارات، يعني واحد كده فاضي قاعد بيتفرج علينا من الامارات، مع ان كل السنيكر هيدز كلها هناك، بس هو قرر يتفرج على واحد من مصر. يعني انا بحييك والله لو انت فعلا بتتفرج علينا. اشتري بقى ازاي اليزي من الابلكيشن بقى اللي هو لونه ازرق، الكونفيرمد اب اللي انا قلت لكم عليه. هو حاليا عليه دلوقتي الاونكس وعليه الكربون باللوجا، دول التو ريليزز اللي هينزلوا على الابلكيشن يوم 31/5. فكره الابلكيشن انت بتخش زي ما يقولوا كده صح، بتعمل اشتراك، بتحط العنوان بتاعك، بتحط اسمك بالكامل، الايميل، الكارت اللي انت هتدفع بيه، ومعنى ان انت دخلت الداتا دي كلها ان انت موافق على الشراء. لان لما بيرسى عليك القرعه هو اوتوماتيكلي بيشتري، ما بيستناكش، يعني مش لسه هيستأذنك ان هو يشتري ولا لا، هو خلاص اوتوماتيك بيشتري على طول السنيك. فدي الطريقه اللي انت هتشتري بيها لو انت موجود في الامارات. طيب ملاحظه بس كده خلي بالكم منها قوي، ان مفيش ريفند، مفيش اكستشينج، الكلام ده كله. يعني مفيش حاجه اسمها بقى تقول لي اصل ده حمايه مستهلك وبتاع وليا 30 يوم و14 يوم ارجع، مفيش الكلام ده. اليزي ما فيهاش كل الحاجات دي كلها، وموجود في الرولز بتاعه الويب سايت، بس الناس طبعا ما بتقراش الكلام دوت. المقاس في ال 350 يعني بينصح ان انت تطلع مقاس واحد. لو بقى بتحب ان انت ما يبقاش الحاجه عامه في رجلك ماسكه قوي، اطلع مقاس ونص، نمره ونص. لكن في العادي عشان تجيب مقاسك المظبوط اطلع نمره واحد. دي النصيحه العامه بالنسبه للمقاس في الييزي 350. طيب احنا كنا عملنا ريفيو قبل كده لييزي 350 السليت، مش عارف انت شفتوه ولا لا، تقدروا تشوفوه من الفيديو من هنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك شير للفيديو ده لكل الناس المهتمه بالسنيكرز.